تمام. النادي هناك عايز يبيع. ليه عايز يبيع؟ لان هو خلاص بيخلص الشروط الشخصيه بتاعت فينسنت ابو بكر. تمام. بياخد فينسنت ابو بكر. فهو عايز عشان يعوض الفلوس اللي هيدفعها في فينسنت او يديها راتب لفينسنت، خاصه ان بالنسبه لهم رقم المليون وشويه ده تمام. كتير. فانت الراجل ده على الموقع اللي احنا نعرف بس واحنا بنتكلم اللعيب الحاجه بتاع اللعيب الشغل الفني. فانت بتتكلم على انه الراجل ده واحد من الصفقات ده بقى، ده لعيب بروفن، بتتكلم على 7 8 سنين من النجاحات، لعب في السعوديه ولعب في قطر ولعب في تركيا. الراجل بينجح في اي نادي بيروحه، اي نادي. ما بيقعدش كتير، لكنه واحد من افضل اللاعبين اللي دخلوا الدوري السعودي. ولولا انه حصل خلافات على المقابل المادي وابتدى يزهق الناس في ابها علشان خاطر يمشي، كان رايح النصر في صفقه كبيره جدا، لكن الموضوع باظ من 3 سنين من 4 سنين. فانت بكلمك على لعيب قوي جدا يا كريم، لعيب البروفايل بتاعه يعمل اضافه كبيره جدا جدا، مش بس للنادي الاهلي، لاي حد يلعب